والدوره طبعا باظت، بس الحمد لله جبت لها علاج وبدا يبقى فيه نتيجه الحمد لله. وان شاء الله هعمل لكم عليها فيديو واوريكم النتيجه بتاعتها، والحمد لله نتيجه كويسه جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله انا جبت النهارده دوره كتاكيت، بس عملت صندوق مختلف خالص، اللي هو الصندوق ده اهوت. ده يعتبر كان عندي قطعه مطبخ ومسكتها عملتها صندوق. طبعا اول حاجه عملتها، طبعا الصندوق نظيف ما استخدمتوش في اي حاجه خالص. جبت الصندوق بتاعي وفرشت تحت في الارضيه شكاره، تمام. وقمت جاي جايب النشاره، فرش النشاره بتاعتي، وادي اللمبه بتاعتنا اهي، تمام. وقمت جايب الكتاكيت وجايب لها السقايه. بس بصراحه الراجل اللي جبت عنده كتاكيت قال لي على فكره جميله جدا، علشان خاطر الكتكوت بتاعي ما يحصلوش حاجه او يتبل او يجيله برد او الكلام ده كله. خليكم معايا اوريكم الفكره الراجل قال لي عليها، علشان خاطر الكتكوت ما ينزلش في السقايه. شايفين هنا الخرطوم ده؟ في خرطوم هنا، الخرطوم ده وصلته قال لي بحيث ان هو الكتكوت لما ينزل في الميه ما يتبلش. وادي العلافه بتاعتنا اهي كمان. طبعا انا كنت قلت قبل كده ايه اللي خلى الدوره بتاعتي تبوظ، لما انا كنت جايب دوره كتاكيت وحطيتها مع الفراخ، والدوره طبعا باظت، بس الحمد لله جبت لها علاج وبدا يبقى فيه نتيجه الحمد لله. وان شاء الله هعمل لكم عليها فيديو واوريكم النتيجه بتاعتها، والحمد لله نتيجه كويسه جدا. الكتكوت جيت وزنته، كان وقتها حوالي اكبر كتكوت في عمر 13 يوم كان 190 جرام. الكلام ده كان يوم الخميس، فات خميس وجمعه وسبت، والله جيت وزنته الكتكوت اللي كان 190 جرام ده، الحمد لله فضل من ربنا، فضل من ربنا الحمد لله، لقيته 320 جرام. فالعلاج الحمد لله جاب نتيجه، وبسم الله ما شاء الله، والرعايه الكويسه تمام جابت نتيجه. وفي الوقت ده كنت انا اصلا مش في البيت، فبرضو الرعايه بتختلف ومحدش بيأثر. بس هو كل ما حصل، كل ما هنالك اللي حصل ان انا حطيت الكتاكيت بتاعتي مع الفراخ، وده هو اللي بوظ الدوره بتاعتنا. لكن دول هم بسم الله ما شاء الله، لسه جايبهم النهارده، وحاجه بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا اول حاجه قلنا يا حضرات، الاهتمام والرعايه بالكتكوت هي اهم شيء. الاهتمام والرعايه بالكتكوت هو اهم شيء. وطبعا الراجل اداني علاج تحصين في الاول، ده طبعا لازم ينجاب، ما فيش حد ما بيجيبوش عامه يعني، ده لازما الواحد بيجيبه. اداني العلبه دي وكتب لي عليها كمان بصراحه اللي هو ايه، احط اللي هو بالليل او بالنهار، احط قد ايه بالليل او بالنهار، اللي هو العلاج ده فيتامينات طبعا. وان شاء الله هتابع معاكم الدورة ديت من وقت للتاني، وان شاء الله متفائل فيها خير. دي عامة كتاكيت فرز ديوك، دي كتاكيت فرز ديوك، دي بتجيب معاك على طول بسرعة، بتشيل لحم. الكتكوت الاول بيفكر يشيل لحم، ما بيفكرش ان هو يربي ريش. وانا كنت عامل بث مباشر، كنت عامل الفراخ الكبيره اللي عندي عمرها دلوقتي حاجه وعشرين يوم، والمكاييل والاوزان بسم الله ما شاء الله في 1700 وفي 1800 وحاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا. طبعا دول طبعا لسه جايين النهارده، فتحس ان الكتكوت ايه يعني، بص تخبط لهم كده كده كتكوت الحمد لله ايه فايق اهو، الحمد لله بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. فاحنا قلنا يا حضرات اول حاجه عامه هي الرعايه للكتكوت. رعايه الكتكوت كويس، حطيته في مكان نظيف، اهتميت بيه بالفرشه، اهتميت بنظافه الاكل، اهتميت بنظافه الميه، هتاخد دوره جميله بسم الله ما شاء الله، وهتبقى حاجه كويسه ومش هتحتاج علاج ولا اي حاجه. انا الحمد لله ربيت كام دوره من غير علاج. بس الدوره اللي انا وريتها لكم، الفيديو اللي وريته لكم ده كان باظ مني انا، لان انا حطيت كتاكيت مع فراخ، وطبعا الفراخ نفسها شديد على الكتاكيت، فبالتالي طبعا باظت مني. والحمد لله يعني لحقتها، والحمد لله اوزانها كويسه مش وحشه، وبدا يبقى فيه نتيجه. وان شاء الله هتابع معاكم برضو الدوره دي اول باول، واوريكم ان شاء الله اول باول. وزي ما قلت لكم برضو كلنا بنتعلم، ومهما كان اي حد عنده خبره مهما كان برضو بيتعلم. وقلنا يا حضرات اول حاجه بنعملها هي النظافه.
طبعا انا ما رشش هنا جير، لان الحضانه دي عامه او البوكسه دي ده جديده ما فيهاش اي حاجه. ان شاء الله بعد ما اطلع دي منها ان شاء الله ببدا انضفها بجير، وابدا ان انا اطهرها كويس، وابدا ان شاء الله اجيب فيها دوره تانية. وانا معاكم ان شاء الله اول باول مع كل جديد في اي دوره بعملها، ومع كل عمر للكتكوت لحد ما يبقى فرخه ان شاء الله انا موجود معاكم واقول لكم تعملوا ايه. بس هو عامة انا ما بقترحش موضوع العلاج، لان العلاج اصلا مش بحبه في الفراخ. بس في اعشاب بقى، انا عامة بحط لعمر الكتكوت من عمر 7 ايام ببدأ اجيب توم باودر وكركم وحلبة مطحونة لكل كيلو من 3 ل 5 جرام. بس انا بجيب 5 جرام عامة، يعني بحط للكيلو 5 جرام. وكان عندي في الدورة اللي هي بسم الله ما شاء الله دلوقتي بقى لها حاجة و20 يوم، كان في كتكوتين يعتبر ان هم ضايعين، بدأوا ياكلوا منهم والحمد لله بسم الله ما شاء الله، ما جالهمش علاج نهائي ولا اي حاجه. وانا عامل عليهم برضو بث مباشر، وان شاء الله هعمل عليهم فيديو هنشوف اخر دوره عامله ازاي. خليكم طبعا متابعيني على طول. ولو عجبك طبعا الفيديو ما تنساش طبعا بلايك واشتراك في القناه وبتعليق جميل منك بالصلاه على النبي، اهم حاجه انك تصلي على النبي. وانتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.